يا في بلادي ظلموني لما نشكي حالي شكوى رب العالي هي كتجي لعندو فين اخويا كنصاحب معاه لعنة الله يوعلك اليوم الدنيا كذاب وانت مرتك ومرتك ماتت وما عقات فيك خير. انا شنو واقع ثاني علاش وقع هذا المشكل هذا الاخر هذا الاخر منها كطيح الروح. علاش وقع نطي محسن اللي حتيت تصويره ديال نهيله كتبتي على شي حاجه في فيسبوك زعما راه اختك راه معايا وهذا يعني حتى واحد ما غيتقبلها صويره غير بصوتيه ما تكحلين حاجه فهمتي يعني ملابس داخليه. مني شاف الدري بحال هكا اختو راه ما رضاش ما تقبلش الواقع. يعني حنا جينا من طريق من الحق وانا دابا النداء اللي كنوصل خوتي المغاربه وخواتاتي انا دابا وليت كنتعرض للتهديد. كاين شي نماذج وليت كنتعرض منهم للتهديد يقدروا يكذبوا ليا حيت هضرتي انت في حيت هضرت انا في الحق. جيت على زوير انا ماشي جيت على زوير حيت الزوير كنقول بن بر اولاد انا زوير لقيناه في ديك المنظر. يعني ملي شفنا دوك الفيديوهات انا ما شفتش مباشره كشت مباشره وحماقتك شتيني الحاله اللي كنت كنهضر بها كدايره انا شفت الفيديوهات. هاد البنت اللي كتقول انا ما كنعرفوش انت هي كيفاش ما كتعرفيش وانت هي كتقولي عنده 32 عام كيفاش ما كتعرفيش وانت هي اخوك السبب في هادشي كلشي انت ما تعرفتي عليه تضربوا خويا ياك هي مغتصبها علاش كتقول انا ما مغتصبنيش وخوها اللي كتقولوا ماشي مجرم قالت لي في الاوديو ان خويا سد عليا سادين عليا سديت ما هديتها ديما كيطرى ليا بحكا ندير الخير ورجع عليا. وي البارح انا راه كان بيقشني يرس في الماء انا غوت قال لي غنقتلك وغنقتلك. دخلوني امامي عاد جدو وسد عليا الباب تاع الفطاير. دابا ما خرجت انا من الدار مبقاش ما خافش يجي يلقاني عاد مع الصباح خرج. دابا انا غادي نسافر اختي غادي نمشي اختي عند عمتي نبقى انا جالسه معاهم الله يقتلني بالله.